عنوان القصة ديالنا اليوم حديدان الحرامي أمي الغولة. كان حتى كان الله في كل مكان، وكان الحبق والسوسان في حجر النبي العدنان. كان واحد الراجل عنده 7 الولاد، والسابع فيهم سميتو حديدان. و- وبغى يمشي للحج وخاف على الولاد تجيهم أمي الغولة وتاكلهم. قال ليهم: يا وليداتي، انا بغيت نمشي للحج وخفت الغولة تجي تاكلكم من ورايا. قالوا ليه: ابا، ما عندك علاش تخاف علينا؟ كل واحد صاوب له دار باش يحمي راسو، وسير وخلينا. سول الاول: اشنو بغيتي ندير ليك باش تحمي راسك من الغولة؟ قال له: صاوب لي دار تراب وبابها تراب وخبزة قد السما وقلوش ديال الماء، وسير وخليني. والتاني قال له: صاوب ليا دار خشب وبابها خشب وخبزة قد السما وقلوش ديال الماء، وسير وخليني. قال له التالت: صاوب ليا دار الحجر وبابها حجر وخبزة قد السما وقلوش ديال الماء، وسير وخليني. قال له الرابع: صاوب ليا دار قصب وبابها قصب وخبزة قد السما وقلوش ديال الماء، وسير وخليني. وقال له الخامس: صاوب ليا دار شطب وبابها شطب وخبزة قد السما وقلوش ديال الماء، وسير وخليني. قال له السادس: صاوب ليا دار جلد وبابها جلد وخبزة قد السما وقلوش ديال الماء، وسير وخليني. قال له السابع اللي هو حديدان: صوب ليا دار ديال الحديد وبابها حديد وسوارتها حديد وخبزة قد السما وقلوش ديال الماء، وسير وخليني. ايوا صوب ليهم باهم اشنو طلبوا منه، ومشى للحج وخلاهم. وجات امي الغولة ريبت الدار التراب وكلات الاول، وهرست الخشب وكلات التاني، وريبت الحجر وكلات الثالث، وحطبت القصب وكلات الرابع، ونفخت على الشطب وكلات الخامس، وقطعت الجلد وكلات السادس. وجات لدار حديدان ولقات وما لقاتش منين دوز ليه. ظهرو حديد وبابها حديد، وكانت امي الغولة كل نهار تجي تتربص بيه وتراقبو حتى تسالات ليه الماكلة. وكان حديدان يخرج من الدار في الصباح بكري ويمشي للعين يشرب الماء، وفاش يكمل يرمي فيه الزبل ويخلطو مزيان، ويطلع الكرموسة الزينة يديرها في سلته، والخامجة يضرب بيها أمي الغولة. وكانت عورة، عندها عين وعين لا، فاش تنزل عليها الكرموسة تقول: زيد آخر بابا، ربي يزيد. وحديد دان فوق الكرمة يضحك عليها ويقول ليها: أمي الغولة، درتها بيك، شربت الماء منين كان صافي وخلوتو ليك، وخديت الكرموسة الزينة وضربتك بالخامجة. وهي فاش تسمع هكا كتبغي تشدو، وهو تيهرب ليها ويركب ليها فوق الدحيشة ديالها ويهرب لدارو. ومنين توصل عليه ما تتلقى منين تدخل ليه. وبقات هكا حتى فكرات مزيان، ومشات امي الغولة عند السراحة وتحالفات عليهم، كل واحد يجمع لي كبة ديال العلك. المسكة ديال الشجر اللي تتعلق قد راسو، واللي ما جمعهاش غناكلو. وجمعوها ليها السراحة ودارتها فوق الدحيشة. وفاش حديدان هاد المرة بغا يركب ويهرب، لصق وضحكت عليه امي الغولة وقالت له:
دابا حصلتي أحديدان. قال ليها أمي الغولة واخا تبغي تاكليني راه فيا غير العظيمات، أنا نعطيك واحد الاقتراح، ديريني في مطمورة وعطيني ناكل اللوز والقرقاع والتفاح وبرا مخيط، وفاش نسمن نخرج ليك المخيط وكولين. قالت لي واخا. حتى هذا نظر ودارت هذاك الشي اللي قال ليها، وكل مرة تجي تطل عليه يخرج ليها التفاحة. حتى لهذاك النهار خرج ليها المخيط وجبداتو من المطمورة وبغات تذبحو، وهو يقول ليها أمي الغولة أنا دابا سمين بزاف وفيا شلة شحمة، غادي تاكلي نصي ونصي يشيطلك تلوحيه، غادي تضيعي فيه. اللهم سيري عيطي على أهلك وحبابك وديروا عليا الزردة وخلي بنتك تذبحني راني ساهل. وهداك الشي اللي دارت امي الغولة، مشات وخلات بنتها تكمل الشغل. فاش جات البنت الذبحو قال ليها دابا انتي، قال لبنت الغولة دابا انتي جايين اهلك وحبابكم يشوفوك هكا شعرك مغطي وجهك وحالتك حالة، اجي نصاوب ليك ونقاد ليك وفاش تولي زوينة ذبحيني راني في ساع كنطيب. وتاقت بيه الهبيلة وعطاتو راسها باش يقطع ليها شعرها وهو يذبحها، ولبس الجلد ديالها وطيبها. ايوا لبس الجلد ديالها وطيبها. وفاش جات امي الغولة مع حبابها حط ليهم ياكلوا. قالت ليه اجي يا بنتي تاكلي معانا. قال ليها انا كليت امي فاش كنت كنطيب غير بالصحة، وعطيني هذوك السويرتات ديال دار حديدان نمشي نشوفها كيف دايره، راه حتى نتوما غادي تبغيو تشوفوها. عطات امي الغولة السوارت ومشى. حمى الدار مزيان وطلع فوق السطح وبقى كيراقب. وها هي الغولة جاية هي وحبابها، رمى ليها جلد بنتها من الفوق وبدا يضحك وقال ليها هاكي جلد بنيتك. وكالت بنيتها وهي تقول بغضب درتيها بيا حديدا الحرامي. ومن كثرة الغيظ ديالها والفقصة لحقاش حديدا دارها بها ثاني، بغات تهرس الدار وتدخل ومعاه هو حماها كيف تضرب تلصق. وهكا وقع لحبابها كاملين وماتوا. وانتصر حديدا الحرامي على امي الغولة ومشات خبيرتي من واد الواد، وبقيت انا مع الناس الجواد. كنتمنى منكم كل واحد شاف القصة ديالي وسمعها وعجباتو يدير ليا لايك واشتراك لهاد القناة ويفعل الجرس. كنلوح شي فيديوهات زوينين نقيين. شي مرات كندير قصص ديال الرعب، شي مرات قصص من التراث المغربي، وكنحاول اغلبيه القصص ديالي تكون بالدارجه المغربيه. كنحاول القصص ديالي يكونوا بالدارجه واخا نجيبهم من قنوات مصريه ولا من قنوات من السودان، كنحاول اني نديرها قصص مغربيه.